السلام عليكم. الذهب مش بس كسر مستوى ال 4100 دولار، هو دلوقتي بيتأرجح فوق مستوى ال 4080 دولار، وقرب جدا من أهم مستوى بيراقبه كل المتداولين حاليا. في الفيديو ده هقول لك اللي حصل بالظبط وليه سوق العمل الأمريكي بقى هو اللاعب الأساسي في اللعبة دلوقتي، وإيه المفروض نراقبه في الأيام اللي جاية. أهلا بيك في فيديو جديد من نبض الذهب. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنساش تضغط لايك، تشترك، وفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدأ. اللي حصل، تقرير الوظائف قلب كل الموازين. يوم الخميس اللي فات صدر تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يونيو، وطلع قبل ميعاده المعتاد بيوم بسبب أجازة عيد الاستقلال، والأرقام كانت مفاجأة الصراحة. الاقتصاد الأمريكي أضاف 57 ألف وظيفة بس خلال يونيو، مقابل توقعات كانت حوالي 110 ألف وظيفة. بيانات مايو تعدلت لتحت من 172 ألف وظيفة ل 129 ألف وظيفة، ومعدل البطالة نزل ل 4.2%. يعني سوق العمل الأمريكي مش بينهار، لكن واضح إنه بيتواطأ بشكل ملحوظ بعد شهور من الأرقام القوية، وده بالظبط اللي كان الذهب مستني يشوفه. طب رد فعل السوق على الموضوع إيه بالظبط؟ النتيجة كانت سريعة. أداة فيات ووتش اللي بتقيس توقعات السوق لقرارات الفدلاري غيرت احتمالات خفض الفايدة في اجتماع سبتمبر من 40 ل 45%، رفعت الاحتمالات دي لبقت 55 ل 60%، كل ده في يوم واحد. وده تحول كبير، وده اللي دفع للدولار للضعف والذهب للصعود بقوة. المنطق ببساطة، كل ما البيانات الاقتصادية تيجي أضعف من المتوقع، كل ما احتمالات خفض الفايدة بتزيد. كل ما احتمالات خفض الفايدة بتزيد، كل ما الدولار يضعف الذهب يزيد. بس المهم هنا إن احنا ما نبصش للاستنتاجات على طول. استنتاجات شهر واحد، رقم شهر واحد ده مش كفاية خالص عشان نقول إن الفيدرالي هيغير مساره بالكامل. المفروض نراقب بيانات التضخم الجاية في الأسابيع الجاية عشان تظهر الصورة كاملة قدامنا. طيب، بالنسبة للمستويات الفنية اللي المفروض نراقبها، بالنسبة لسعر الذهب دلوقتي 1180 دولار الوقية في مستويات مهمة قدامنا. في ثلاث مستويات للمقاومة: 4300، 4483، 4643. وبالنسبة لمستويين الدعم هيبقى 3950 و 3800. يعني إن الذهب كسر ال 4100 كان خطوة مهمة، ولكن الاختبار الحقيقي هيكون لو الذهب قدر يفضل ويستقر ويغلق فوق مستوى ال 4300. وده مش مجرد ارتفاع يومي عابر. لو حصل الاستقرار ده، وقتها هنقدر نقول إن موجة الصعود بقت أقوى وأكثر ثباتا. طب في سؤال بدأ يتكرر الفترة دي: هو الدولار كده خلاص؟ السؤال بيتكرر لحد دلوقتي، والإجابة الصريحة للسؤال ده هتكون لا، لسه بدري. الدولار فعلا بيمر بفترة ضغوطات عالية شوية. الدين الأمريكي في ارتفاع. استخدام الدولار كأداة للعقوبة خلى مجموعة من الدول أو بعض الدول بدأت تدور على بدائل تانية للدولار، وده بنشوفه بالفعل في البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسهم دول البريكس بدأت تشتري ذهب وتقلل احتياطاتها من الدولار بشكل واضح، وكل ده من سنة 2022. كل ده بيحصل لحد دلوقتي، وفي المقابل الدولار لسه بيمثل النسبة الأكبر من احتياطات النقد الأجنبي العالمية، ولسه أكبر سوق سندات وسيولة في العالم، ولسه العملة الأساسية في التجارة الدولية. الذهب فعلا صعد للمركز الثاني بعد الدولار تجاوزا اليورو، ولكن ده معناه ان هيمنة الدولار بتقل تدريجيا، مش معناه انه انتهى او انهار. الفرق هنا واضح. الفرق ده مهم جدا عشان نفهم الصورة صح. اسعار الذهب دلوقتي واحنا بنسجل الفيديو: عيار 18 5550 سعر البيع، سعر الشراء 5025. عيار 21 سعر البيع 5900، سعر الشراء 5860. عيار 24 سعر البيع 6745، سعر الشراء 6695. والأسعار دي بتتحرك على مدار اليوم،
مع تحركات السعر العالمي، وطبعا مش شاملة ولا المصنعية أو الضريبة، فلازم تتأكد من السعر عند أي محل لو أنت حابب تنزل تشتري أو تبيع. الخلاصة اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو ده، النقطة اللي المفروض ناخدها من الفيديو إن الذهب دخل مرحلة جديدة بعد بيانات الوظائف الضعيف، والزخم دلوقتي في صالحه، ولكن الاتجاه هيفضل معلق على حاجتين. أول حاجة، هل هتستمر البيانات الاقتصادية في نفس الاتجاه الضعيف؟ تاني حاجة، هل الذهب هيقدر يستقر فوق مستوى 4300 بشكل واضح؟ لحد ما الإجابتين دولت يبقوا واضحين قدامنا، الأفضل إن أنت تتابع البيانات أول بأول وما تبقاش قرارك مبني على يوم أو رقم واحد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك، تشترك في القناة، وتفعل زر الجرس. لو عندك أي سؤال مستنيك تكتبه لنا تحت. لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص، مستنيك في فيديو جاي. شكرا ليك، سلام.